عندنا كلبه في المزرعه حيضه. طبعا ادي شكل المقبل يا جماعه، بيكون مهيأ للجواز بطريقه كويسه. خش للذكر يتجوزك والموضوع خلص. عن الكالسيوم الخاص بالكلاب، ندي كالسيوم للكلب بتاعي على وبيخاف وبيحط ديله تحت منه والكلام ده يا جماعه. دلوقتي لما احنا بنلاقي عندنا كلبه في المزرعه حيضه، بنعمل ايه لما بنلاقي كلبه حيضه في المزرعه وبنتصرف ازاي؟ دلوقتي كده بمر على المزرعه كده وبمر على العنابر والبوكسات والحاجات اللي زي كده، فرحت على بوكسه الجولدن بصيت عليها لقيت الكلبه دي حيضه زي ما احنا شايفينها كده. تمام. طبعا ادي شكل المقبل يا جماعه. طبعا الدم واضح اهوت على حرف المقبل، وواضح ان في حيض، والحيض كمان يعني شغال بقاله عدد من الايام. تمام. اول قرار خدته جيت مديها شاور تمام التمام. الاول اهم حاجه، طب انت بتعمل كده ليه؟ علشان نجهز الكلبه بتاعتي للجواز، تخش على جواز نظيفه وتكون 100 100 حتى بالاخص كده، يعني تغري الذكر كمان. تمام. وعملت حاجه كمان كويسه، جيت مطلع الذكر اللي انا ناوي نجوزه ليها وجيت موقفه اهو. تمام. وجيت مديله رخر شاور رخر. تمام. جيت مديله شاور كويس كده علشان نجهزه للجواز. ايه ده؟ طب الذكر ماله ومال الموضوع ده؟ الذكر يا جماعه لما تطلعه وتحميه في الحر ده وتظبطه كده وتمسح جسمه بالدواء وما يكونش فيه حشرات والكلام ده كله، بيكون مهيأ للجواز بطريقه كويسه. يعني اي مشاكل عنده بنبقى متابعها اليومين دول. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا بعد الذكر ده ما ينشف ونصفي الميه اللي عليه ونعمل له وننضفه بالبلور والحاجات اللي زي كده. تمام. هنخرجه ونربطه على الرصيف عندي هنا ونسيبه يومين ثلاثه ونراقب النتايه ونراقب لون الدم ولون الحيض علشان نبدا نجوزهم لبعض. دي الطريقه اللي انا بنجوز بيها الكلاب عندي هنا. يعني بالعربي كده مش نلاقي نتايه حيضه خش للذكر يتجوزك والموضوع خلص، لا، احنا بنهيئ النتايه وبنهيئ الذكر للنتايه علشان الجوازه تكون كويسه وتكون تمام، ما يحصلش اي ان يهرب خلفه او حاجه زي كده. تمام. وفي الحاله دي في الوقت ده كمان بنبص على النتايه، ممكن ندي مثلا فيتاسيلين، ممكن ندي مثلا هيسيلينيوم، ممكن ندي للذكر حاجه فيتامين، ممكن ندي حاجه زي كده الخمس او 6 ايام او 7 ايام او 9 ايام او 10 ايام اللي النتايه بتنظف فيهم الدم بتاعها. طبعا دلوقتي يا جماعه بقى زي ما انتم شايفين احنا طلعنا الذكر. تمام. ربطناه بره اهو وهنسيبه ينشف خالص براحته في الهواء كده ونظبطه ونبدا نجهزه للنتايه. وكل يوم او يومين هنروح نربطه جنب النتايه علشان نشوف الجواز يكون طبيعي ولا هنتدخل احنا ما بينهم. مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى تحيه لكم كلكم. الناس اللي سالونا على البيج بتاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، مشكلتين هنتكلم عنهم في الوقت ده يا جماعه. يعني في الحلقه دي هنتكلم عن مشكلتين مهمين جدا. هي كل مشكله فيهم بعيده عن الثانيه، بس كل مشكله تخص الناس اللي بتربي كلاب. اول حاجه هنتكلم عن الناس اللي بتسال عن الكالسيوم الخاص بالكلاب. ندي كالسيوم للكلب بتاعي علشان محتاج ان انا نزود له كالسيوم للجسم. طيب دي هنتكلم عنها، وهنتكلم عن موضوع تاني اللي هو هيبره الكلب المهيبر اللي بيتنطط كتير، اللي مفيش عليه كنترول، الكلام ده كله. طبعا يا جماعه الاول خلينا في موضوع الكالسيوم، نتكلم عن الكالسيوم ونفهم ليه كالسيوم، وهتدي كلبك كالسيوم ليه، وايه الوقت اللي انت تديله كالسيوم، وده تديهوله بناء عن ايه، والحاجات دي كلها. اول حاجه عشان تدي كلبك كالسيوم لازم تكون متاكد ان كلبك محتاج ده، لان الكالسيوم بيبقى موجود في الاكل، موجود في الحاجات دي كلها. تمام. في العظم اللي الكلب بياكله، الكلام ده كله. اغلب الناس اللي بتربي كلاب بيبقى رابط الكلب بنوع غذاء معين، وعشان كده احنا بنقول يا جماعه حاولوا تنوعوا في الاكل. يعني حاول تخلي الاكل فيه عظم، مش عظم بقى في ناس تقول ممكن العظم بيقطع المصارين، مش العظم اللي هو الناشف، يعني في عظم الهياكل ده بيكون عظم طري بتاع الفراخ، الحاجات دي كلها، عظم الروس بتاعت الفراخ، الحاجات دي كل ده فيه نسبه كالسيوم انت بتزود بقى جسم الكلب بتاعك. طيب لو عايز ندي للكلب بتاعي حاجه علاجيه مثلا تزود نسبه الكالسيوم، في عندك دواء زي مثلا دي كلب 12، الحاجات اللي هي فيها فيتامين بي والحاجات دي كلها، كل دي فيها نسبه كالسيوم ممكن تزود بيها الكالسيوم عند الكلب عندك. تمام. طيب غير كده نعمل ايه؟ في برشام. لو انت مش عايز تدي دواء مثلا، انت ممكن تدي دواء بسرنجه، الموضوع سهل خالص. كل ما عليك ان انت بتفتح بق الكلب بالشكل ده، تمام كده، وبتجيب السرنجه وبتحط في الجنب اللي هنا ده. تمام. طبعا بالطريقه دي هتقدر ان انت تدي دواء. طيب لو برشام، في برشام كالسيوم في الصيدليه موجود عادي خالص. كل ما عليك ان انت هتقول للصيدلي انا عايز برشام كالسيوم، يعني اي حاجه كالسيوم في فيتامين ب. تمام. وهتحط في راس فرخه مثلا، او شوف انت بتوكل كلبك ايه، هتحط له في الاكل بتاعه برشامه او تطحنها على الاكل كما يكون بقى. يعني شوف انت بتدي له نظام العلاج بتاعه ازاي، وبتزود نسبه الكالسيوم ده لو انت شايف فعلا ان كلبك محتاج لكالسيوم. تمام. اما بقى بالنسبه
للناس اللي بتتكلم عن الهيبره، الكلب بتاعي مهيبر والكلام ده كله. دايما بتكون انت المخطئ، لان انت اللي ما بتعملش كنترول على كلبك، انت اللي بتلعب مع الكلب كتير، سايب له السايب في السايب، سايب ان هو يتحرك براحته، يروح ويجي براحته، يعمل براحته، كل الحاجات دي براحته. فكل ده بيأثر عليك بعد كده، وبيبص تلاقي الكلب بتاعك مهيبر وانت مش قادر تحكم عليه. فتابع الفيديوهات اللي احنا بننزلها، تابع ازاي بنتعامل مع الكلب. وقبل كده قلت في كذا فيديو يا جماعه الشخصيه بلاش، يعني مش ما بنقولكش شخصيه قويه ان انت اضرب الكلب وموته، لا، انا بنقول لك خلي شخصيتك قويه اللي هي في التعامل مع الكلب، زي الاب اللي ما بيتعامل مع اطفاله. تمام؟ كل ما بتسيب كل ما الاخطاء هتزيد، وبعد كده هتبقى حتما عليك لازم تحصل. تمام؟ لازم تشد شويه على الكلب، لازم ان انت يكون في كنترول عليه، اي خطا لازم تعرفوا ان في عقاب على الخطا ده. في ناس بتعاقب بكذا طريقه وفي طرق كتير، احنا ما بنفضلش العقاب اللي هو بالضرب، ما تضربش الكلب عشان تعاقبه. في كذا عقاب تاني، ممكن تمنع الاكل، ممكن ان انت تدخله البوكس بتاعه، في الحاجات دي كلها ان انت تعود كلبك على العقاب ده. تمام؟ وتعرفه ان الخطا ده بناء عن حصل كذا. تمام؟ زائد الشخصيه، زائد ان انت ممكن تزعق مع الكلب مثلا بيفهمك وبيعرف انت عايز ايه، الحاجات دي كلها. بس اهم حاجه بلاش ضرب للكلب، بلاش عقاب بالضرب، لان الضرب ده بيأثر بعد كده على الحاله النفسيه للكلب. يعني مش الضرب اللي هو ان انت تكسر حاجه في الكلب، لا، يعني انت ممكن تضرب كلبك ضربه صغيره كده على وشه، حاجه زي كده. تمام؟ طبعا بالطريقه ديت هتبص تلاقي ان الكلب متقبل منك، لان عارف ان انت كده بتعاقبه. بس طبعا ده ما بيبقاش كتير، وحاول ان انت تعمل كنترول عليه، كل خطأ ركز عليه، كل خطأ يحصل من الكلب ركز عليه. وصدقني الكلب بتاعك مش هيديك اي امر او هيديك اي حاجه انت طالبها منه، غير ان انت بتكون بتديله بديل ليها، يعني بتديله مكافاه، بتديله حاجه زي كده، يبدا ان هو يديك الكلام ده كله. اي حد محتاج اي حاجه يكتبها لنا في كومنت، واحنا هنعمل له بيها حلقه او نرد عليه، وباذن الله هنحاول نفيده ونوصل له المعلومه. يا جماعه احنا المعلومات الحمد لله كتير وخير ربنا كتير، واحنا واقفين مع الناس ما بنسيبش حد، واسفين ان احنا التليفون ساعات بيرن ما حدش بيرد او في كذا، لان ده بيكون ظروف عندنا. تمام؟ احنا متواصلين معاك دايما ومتابعين معاك دايما، كل الكومنتات انا بشوفها وبتابع كل واحد بيكتب ايه وبيقول ايه. تحياتي لكم جميعا، مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله. كلبك بقى بينزل بالليل معاك في الشارع او بالنهار، واول ما بيشوف عربيات بيبرجل والدنيا بتتقلب معاه ومش عارف يعمل ايه والدنيا بايظه خالص، وبيخاف وبيحط ديله تحت منه والكلام ده كله، مرتبك، صح؟ طبعا كل الحاجات دي يا جماعه مشكله برضو اغلب الناس بتقابلها، وكتبوا لنا الموضوع ده على القنوات بتاعتنا على اليوتيوب. قالوا يا كابتن ابو نور لما نيجي ننزل بالكلب بتاعي في الشارع، تمام، بنبص نلاقي ان هو مرتبك وخايف وقلقان والحاجات دي كلها. طيب نعمل معاه ايه؟ بص يا سيدي، لما تلاقي كلبك مرتبك وخايف وقلقان، كل ما عليك ان انت تحمسه شويه، يعني ما تمنعش نزولك في الشارع، خلي نزولك الشارع ده في الاسبوع 3 مرات. ركز معايا، ما هو معنى ان هو يكون مرتبك ومتضايق وزعلان، يبقى ما معنى كده ان انت ما بتنزلوش. فخلي نزولك في الشارع على الاقل 3 مرات في الاسبوع، وكل مره على الاقل ساعه او ساعتين. نزل كلبك، اربطه في شجره، اربطه في باب البيت عندك، اربطه في اي حاجه، المهم بس ان هو ما يعترضش حد في الشارع او ما يعملش ربكه او رعب لحد. تمام؟ دايما حل مشكلتك، ما تاذيش بقى غيرك وانت بتحل المشكله بتاعتك، دايما في حياتك ما تاذيش غيرك وانت بتحل حاجتك. تمام؟ واربط كلبك واقعد جنبه، اشرب كوبايه شاي، لو بتدخن اشرب سيجاره، وروق كده واهدى، وسيب كلبك واقعد بص عليه، والعربيات رايحه جايه والموتوسيكلات وصوت الموتوسيكلات وصوت الناس والكلام ده كله. مع التكرار هتلاقي كلبك رجع بقى 100%، بقى 100 ما فيهوش اي مشكله. تمام؟ هتعمل كده باذن الله هتلاقي نتيجه كويسه، بس اهم حاجه ان انت تكرر دايما وتعود الكلب على نزول الشارع. اي كلب، اي حيوان، اي انسان تحطه في اي حاجه لاول مره اكيد هيبقى مرتبك منها. مليون مسا. البرح في اعلى المزارع، هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسيته مسمع، اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور.